يا سلام الله عليكم. أحب أقول بس لأتباع محمد بن سلمان اللي هم السعوديين، والذين سبق تعريف السعودي هو الذي يرضى بطيب خاطر ويفتخر بأنه منتسب لأسرة سلبت منه أصله وفصله وقبيلته ونسبته كعبد بدون تاريخ، سحق التاريخ وعشان يكون هو تابع لها. هذا هو السعودي. أما عدا ذلك فأهل جزيرة العرب الأقحاح هم الذين يقولون من رضيتم دينه فخلقوا فزوجوه، لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. هذا حنا. أما اللي منتشر اليومين هذه أو منتشر من يوم ما خلع ابن سعود وجهه الحقيقي وسلم بن سلمان الحكم، بأنك تعاير الآخرين بفقرهم وتعاير الدول إن ما عندها مداخيل أو فلوس أو إلى آخره هالحكي هذا. فلازم تعرفوا أن الفقر هو فقر المراجل. اللي قالوا فقر المراجل. أنتم ما أنتم رجال. الفلسطيني اللي محاصرينه من أكثر من 17 سنة في غزة أثبت أنه رجال وأدى اللي عليه. اليمني هذا هو في البحر الأحمر يسوي اللي عليه. الشعوب الحرة اللي أنتم تعايروها بفقرها طلعت وتظاهرت وتريد أن تسقط طغاتها. فأرجع أقول لكم الفقر فقر المراجل. وعز الله أنكم أنتم الآن أثبتتم أنكم فقراء حد الصدقة. يعني حد الصدقة أن الرجال يصدقوا عليكم، يمكن يعرفوكم شوية وش هي المرجلة وكيف تكونوا رجال. فبالتالي لا تعايروا الناس بشيء، لأن أنتم لازم تاخذون بدل سمعة. أنتم يا أتباع محمد بن سلمان اللي يندفع لكم بخشم الريال وما أدري من وين جايبكم أصلا، ما أدري من أي مزابل طلعكم وصدركم إمعانا بإهانة رجال العرب الأقحاح ورجال جزيرة العرب الأقحاح، وحتى يسود الفكر عن مواطني جزيرة العرب اللي هم سعوديين أنهم بهذا الشكل من الجبن وهذه الدياثة وأشكال تركي آل الشيخ وغيره من السرق اللي أنتم مجمعينهم يصدرون وسائل التواصل الاجتماعي. الأحرار إما في السجون أما مغتربين، والعالم كله يعرف هذا الشيء. فما راح يفيدكم أنكم تعايرون الناس بفقرهم، لأن ما في أفقر منكم حقيقة. وشكرا.